السلام عليكم. انا جاي الحق المصريين من مصيبه لسه في اولها، والله العظيم مصيبه هتقهر ناس كتير. مصيبه لسه بادئه في اسيوط، بالتحديد في ديروت. طريقه نصب جديده هيروح فيها الاف من الناس وملايين من الفلوس، ان ما كانش اكتر من ملايين. مش هقول اسم الشركه علشان ضعاف النفوس او الناس اللي ما عندهاش ضمير ما يروحوش ليها ويستغلوا ناس تانية، لكن كل الناس اللي داخله الشركه دي هتعرفها على طول من اول صوره. انا بس هقول الشركه دي بتنصب ازاي علشان اي حد تاني يسمع اللي هم بيعرضوه يعرف على طول ان هي دي الشركه النصابه. وهوريكم كل الصور والفيديوهات اللي تثبت بالدليل من كل النواحي انهم نصابين. فركزوا معايا، الفيديو ده هينقذكم من مصايب كتير جايه. ربنا يستر عليك. بالله عليكم اي حد من اسيوط او يعرف حد من اسيوط لازم يعرفوا الفيديو ده، لانها بادئه من هناك وهتنتشر لسه. يا اهلي واخواتي في مصر بالذات في اسيوط، الشركه دي نصابه. الشركه دي بتديكم ارباح كتير في الاول وهتلم منكم فلوس كتير قوي، داخله تعمل زي هوك بول، تحول الفلوس لاسبانيا وتسافر ومحدش فيكم يعرف يوصل له. طيب الشركه دي نصابه ليه؟ ركز بقى معايا. اول حاجه الشركه جايه بفكره جديده، بتقول ايه بقى؟ ان هم شركه اجنبيه بتصنع باور بانك للتليفونات. جهاز كده فيه كذا باور بانك بتحط في الاماكن العامه، مولات بقى، صيدليات، مستشفيات، شوارع، بتحط هناك. الناس بتروح تدفع فلوس تاخد باور بانك تشحن تليفوناتها وتحطها تاني. كده مشروع ناجح وبيفيد الناس وبياخد منه ارباح. لحد هنا فالفكره دي عاديه ما فيهاش اي مشكله. النصب فين بقى؟ الشركه هنا في مصر جايه بتقول لك يا مصري لو عايز تحافظ على فلوسك وتستثمرها وتزيد في اقل من شهر فهاتها لنا. فبياخدوا منك كام؟ 9000 جنيه اقل حاجه. فتح الكلام كده بسم الله الرحمن الرحيم، 9000 جنيه. ليه؟ علشان نعمل باور بانكات اكتر ونوزع في اماكن تانية فيجي لنا ارباح اللي هو سعر رمزي جدا، فنديك احنا من الارباح دي. طيب لما تدفع 9000 جنيه هتاخد انت ايه؟ هتاخد في اليوم 4 دولار ونص. 4 دولار ونص فانت في اقل من شهر لو على السوق السوداء هتجيب ال 9000 جنيه بتوعك. ناس كتير فكرت كده، ان انا لو دفعت 9000 جنيه وباخد في اليوم 4 دولار ونص، واضرب بقى الدولار في كام لحد وقت تصوير الفيديو ده، فانا هاخد الفلوس اللي انا دفعتها في اقل من شهر ونص او اقل من شهر كمان. ده لو كده كانت الدوله دخلت معاهم ب 100 اسم مثلا وحلت ازمه الدولار. طب ايه الموضوع ده ما بيفكركمش بحاجه؟ قبول ما بيفكركمش؟ تمام، اللي جاي ده هيفكركم. بصوا بقى، الشركه بتقول لك لو انت جبت حد دفع 9000 جنيه او اكتر فانت بتاخد ايه؟ فلوس اكتر، حاجه و20 دولار جايزه، تاخد نسبه على اللي هو دفعه. وايه تاني بيحصل؟ نسبه ارباحك اليوميه بتزيد. يعني لو كنت 4.5 دولار بقت 6 دولار، 7 دولار، 8 دولار، وهكذا. لو جبت حد زيك دفع 9000 جنيه او اكتر، طب لو دخلت اكتر من واحد بقى اسمك كده وكيل، وكيل اول، وكيل تاني، وكيل تالت، وهكذا. ممكن مرتبك الشهري يوصل 120,000 دولار. انت مستني ايه؟ روح قدم. ده انت لو جبت ناس اكتر الشركه تديك جوائز غريبه شويه. زي مثلا لو جبت 3 فبتاخد لا مؤاخذه بيضه ذهب على الصفحه الرسميه بتاعتهم، حاجات اللي قدامكم. لو جبت 50 هتاخد ايه؟ ثلاجه. ده مش افيه، لو جبت 50 واحد وراح في مدفع 9000 جنيه هتاخد انت ثلاجه. ده شركه رنين تستحي تعملها. طب لو جبت 250 واحد هتاخد ايفون 14. ايه؟ اما لو جبت 5000 واحد تاخد ايه؟ بي ام دبليو، الموديل اللي انت عايزه. انجز. لكن لو جبت 10000 شخص هتاخد منزل، بيت. هتاخد بيت يا جدعان، هتاخد بيت بدورين او اقل حاجه. يعني دي جوائز هم حاطينها. لو جبت 10000 شخص هتاخد بيت. اللهم صل على النبي. الناس دي جدعه ازاي كده؟ ثلاجه وبيت وتليفون وبيض ذهب وحاجات كتير، كل ده من الباور بانك. ده كده باور بانك مركزي. طيب هل اقصاها هتدفع 9000 جنيه؟ لا، 9000 جنيه ديت فتح كلام بسم الله الرحمن الرحيم. خد 9000 جنيه، انت ممكن تدفع لحد 100000 جنيه مره. ممكن تخش 100 اسم عادي، ادفع مليون، ارباحك هتزيد، ممكن تاخد بيت. وعارفين من ضمن الحاجات اللي تجيب فلوس عندهم ايه تاني؟ الشركه بتديك ابلكيشن كده تفتحه، لو انت قافل تليفونك الابلكيشن شغال، يقول لك افتح بس الابلكيشن ومالكش دعوه وارباحك طول اليوم شغاله. عارفين بيعملوا ايه بالابلكيشن ده؟ بالظبط تعدين، بيعدلوا من تليفونك. يعني مش بس بيستغفلوك، لا دول هيدمروا تليفونك من اوله لحد اخره عشان يطلعوا هم بيتكوين. شايفين الحوار ماشي ازاي؟ شايفين بيبعد ازاي عن الفكره الاصليه؟ باور بانك بيدفع سعر رمزي واشحن تليفون، نسيناه خالص. ده بقى نسيناه، بقينا داخلين في حاجه ثانيه. الحوار بعد عن الباور بانك وبيخش في سكه ادفع اكتر، دخل ناس اكتر، تاخد فلوس اكتر. وطبعا انت ما تقدرش تسحب الفلوس كده على طول، مش اول ما تدفع فلوس يجي لك فلوس في نفس اليوم، لا تقعد على الاقل 3 ايام والفلوس تتحول على حاجه اسمها بينانس عشان تعرف تسحبها منهم. طبعا في ناس كتير عملت ارباح مهوله الشهرين دول، بس زي ما اتعودنا ايه؟ جر رجل. والنصاب لقمه عيشه طماع. هم لسه بينتشروا، فلسه في مرحله الدفع كتير قوي للمساكين. طبعا كده هم بيدفعوا من ناس ثانيه دفعت. متخيل لو 100 واحد دفعوا 9000 جنيه لقطه كده، وهم بيدوا لناس ثانيه ارباح 4 دولار ونص، مش حاجه. فهم عملوا لحد دلوقتي ثروه، بس لسه دي البدايه. بعدين يلموا لمه حلوه بقى ويسافروا بقى زي ما قلت. وطبعا اي شركه نصابه لازم ترش رشه حلوه في الاول. اول حاجه احتفاليه كبيره في قاعه افراح، بعدها توزيع هدايا بقى ورقص وزغاريت وتعقيب وكله. واهم حاجه ما ننساهاش
تيشيرت عليه لوجو الشركه، لسه ما يفكركمش بحاجه، هيفكركم. هم ستاندرد نصب ماشيين تيبيكال زي ما الكتاب بيقول، ما بيجودوش. طيب تعالى بقى اوريك شويه ادله حلوه كده. السوشيال ميديا بتاعتهم، اول حاجه خالص الشركه الاجنبيه جدا دي، الشركه اللي من لندن، بلد مو صلاح، صفحتهم على فيسبوك الاصليه شارينها اصلا من واحد محملها، عاش يا وحش. اسم الصفحه كان الاول فيديوهات، ده اسم الصفحه. بعدين ذكريات وايام لن تعوض، ده حقيقي. بعدين اتسمت صفحتي الخاصه، مش صفحتي انا، هي اتسمت كده صفحتي الخاصه. تلاقي حد كان شتم من ادمن ولا حاجه فراح مغير اسم الصفحه. بعدين اتغير اسم الصفحه ليه؟ حكايه ملهاش نهايه. وفجاه من شهرين الصفحه فاقت وبقى اسمها اسم الشركه النصابه. اتغير فجاه كده لاسم الشركه النصابه بدون اي مجهود. طيب قناتهم على اليوتيوب شارينها من واحد كان بينزل محتوى كوره وبابجي من 3 سنين، وفجاه من شهرين برضه اتغير اسم القناه لاسم الشركه النصابه دي. توارد افكار غريب. ونزل 4 فيديوهات عن الموضوع، خلاص القناه دي بتاعتهم بقى. لا والمضحك ان هم بيعملوا كوميكس على انهم نصابين، بيتريقوا على اللي بيقولوا عليهم ان هم نصابين. ايه البجاحه دي؟ ايوه نصابين، لسه ما نصبتوش لحد دلوقتي، لكن هتنصب. يجي مثلا على السجل التجاري والرقم الضريبي حاطين صوره عبيطه عليها ختم نسر ممسوح منها كل البيانات، لكنهم حاطين ختم النسر على كرتونه فاضيه. طيب تيجي تشوف ويكيبيديا بقى تلاقي واحد اسمه محمد بدر حسن ملعب، تعرف ازاي؟ هو اللي كاتب عن الشركه من نفسه، جدعنه، وحاطط لينك موقع اهبل كده يقول لك ده توثيقا للشركه بتاعتنا ان هي امان الامان. لو دخلت سرشت عن اسم الشركه نفسها، ملهاش ايميل، ملهاش تليفون، ملهاش مقر، ملهاش اي حاجه، بس اسم مؤسس اسمه جوزيف ليوناردو. الشركه اتعملت في شهر 3 2023 وملهاش اي معنى ولا اي ملامح، لا ليها سوشيال ميديا، واي فيديو ليهم معمول بالذكاء الاصطناعي او ضاحكين على بلوجرز ومخليهم يعملوا لهم اعلان متداري من غير ما يعرفوا. يعني في بلوجرز عملوا لهم اعلان بس عملوا الباور بانك بس، ما يعرفوش الباقي، ما يعرفوش البلاوي الثانيه. نيجي نبص على الفيديو ده. الفيديو ده خادع جدا جدا. ليه؟ الشخص اللي منزله وبينصب بيه كاتب اسم الشركه النصابه جنبيها برعايه وزاره الطاقه، ودي حاجه ما حصلتش. ده كده مؤتمر اهو بتاع وزاره الطاقه، ما فيهوش اي لوجو للشركه، اي اسم ليها، اي حتى سيكشن ليها خالص مش موجود. فجاه الفيديو بيتنقل نقله غريبه لواحد واقف بره المكان ومعاه بانر عبيط حاطه على الجنب وبيتكلم مع حد، ومره واحده تلاقي في صور فوتوشوب ظهرت. فوتوشوب ظاهر للعمى ان هو فوتوشوب، صور عاديه اهي للبانر اهو محطوط فوتوشوب جوه المكان. ما عارف المشكله في ايه؟ انك لما بتروح تمضي معاهم العقد، محتوى العقد بتاعهم انك موافق على كل حاجه، على اي حاجه تحصل لهم مكسب او خساره. والانيل من كده ايه؟ ما بيدوكش نسخه من العقد، لا طب تمضي العقد عندهم عشان لو حصل اي حاجه واتقبضوا عليهم هم لسه موجودين، هم ماشيين سلام قانون عادي. دخلنا مشروع وخسرنا والناس ماضيه اهي وموافقه على كل حاجه، فمش هيبقى ليكم حق حتى لو قفشتوهم. اللي ماسك الموضوع هنا واحد اسمه اندرو، في الغالب ده مش اسمه الحقيقي ولا دي صورته، او اسمه وصورته بس مش عايش في مصر، او عايش في مصر بس هيهرب. وانت كشخص مضيت مع الشركه دي، لو جيت فكرت فيها شويه، مش غريبه ان شركه كبيره زي كده يبقى اول مقر ليها في ديروت اسيوط. الناس في اسيوط كلها على راسي، بس عمرها ما حصلت ان شركه اجنبيه زي كده تبدا في ديروت. يا اهلي واخواتي بالذات رجاله اسيوط، انتوا على راسي والله العظيم، على راسي، وانا خايف عليكم. ما تخلوش حد يستغفلكم، هيتنصب عليكم، اقسم بجلال الله هيتنصب عليكم. اللي محوش تحويشه عمر، واللي بيبيع ارض او عربيه او بياخد جمعيه او بيستلف فلوس، كله هيتنصب عليه. اسحبوا فلوسكم اللي دفعتوها وما تدخلوش حد معاكم، ما تبلوش حد تاني. انتوا مش قد ذنب زي كده تشيلوه، انه تخلوا حد يروح يدفع فلوس زي كده ويضحك عليه هو كمان. هتتحاكم قانونا وقدام ربنا، هيتنصب عليكم، هيتحرق قلبكم، هتتقهروا، حياتكم هتتدمر. والله مفيش ربح سهل من الهوا كده، مفيش، ما كانش حد غير مستحيل. الشركه ازاي تديكم ارباح اضعاف ما دفعتوا وهم اصلا مفروض على حسب كلامهم بياخدوا السعر الرمزي على اي حد يشحن من الباور بانك ده؟ يعني ايه تدفع 9000 جنيه تجيبهم في شهر ونص؟ هم طيب كسبوا ايه؟ ما كان الاولى بالارباح اللي بيدوها لكم دي يعملوا باور بانكات اكتر، وما بيدوكوا ارباح مهوله ليه؟ طب ما ياخدوا الارباح دي يعملوا بيها هم باور بانكات اكتر ويتوسعوا اكتر. ليه بياخدوا منكم انتم فلوس؟ الشركه اللي في مصر هنا شمال وكل حاجه حواليها شمال، فبالله عليكم ابعدوا عنها. كفايه بقى حد كل شويه يجي يستغفلنا ويستهفأنا وياخد مننا قوت عيالنا وبيستغل حاجتنا والظروف اللي احنا فيها. انا بحذر اهو، الناس هتيجي بعد فتره وتبت والله العظيم 3 انا بلحقكم من مصيبه كبيره، فابعدوا عنها وعن اي حاجه تشبه لها. اتقوا الشبهات، ربنا يرزقكم بالحلال ويبعد عنكم الحرام، واولاده ترى على الجميع. السلام عليكم.